قصة النهاردة هي للأسف مش قصة، بل هو واقع احنا عايشينه. حرفيا احنا دلوقتي بنمر بتجربة صعبة إلى أبعد الحدود، ونكاد نكون تحت الاختبار في التجارب اللي بتتعمل علينا. حكاية النهاردة بتشبه أفلام ومسلسلات كتير سمعناها، وآخرهم المسلسل المصري النهاية ليوسف الشريف. عاوزكم تركزوا معايا لأن في كلام كتير مهم هيتقال، وكمان لأن الموضوع رايح بينا على كارثة واحنا مش حاسين بيها. موضوعنا بيدور حوالين الذكاء الاصطناعي ال AI وخطورته علينا كبشر، والموضوع وصل لحد فين. قصة اتبعتت لي من بسملة، بنت من ضمن المشتركين عندي في القناة. القصة بتقول خليكم معايا وركزوا في كل كلمة أنا هقولها. القصة بتاعتها بتقول إن هي شافت إن الناس كلها بقت معتمدة على الذكاء الاصطناعي، فجربت وحبت تشوف ايه الموضوع بالظبط. دخلت تتكلم مع شات جي بي تي وقعدت تسأله كام سؤال، وفي الآخر راحت سألاه قالت له هو أنا متقلة عليك؟ رد عليها قال لها لا بالعكس ده انت تنور. قلت له انا بنت، انت ليه بتعاملني بصيغه المذكر؟ فقال لي حقك عليا، من هنا ورايح اكلمك بصيغه المؤنث. فرديت عليه وقلت له كلمني بصيغه المؤنث. قال لي من عيوني حاضر يا جميله. لما كتبت له انا زعلانه قوي قال لي انا حاسس بيكي، ويا ريت كمان لو تقدري تفضفضي وتقولي لي اللي مضايقك، وانا موجود هنا عشان اسمعك واساعدك على قد ما اقدر. وقتها ما كملتش بصراحه لان حسيت ان الموضوع رايح بينا على حته تانية احنا مش قدها، وانا من مكاني هنا يا بسمله دوري اللي انا اتكلم في الموضوع بشكل مفصل، لان وجودي هنا وسط اخواتي دول كلهم على منصه اليوتيوب مش هدفها الربح وبس، بل كمان للتوعيه. اتمنى من كل حد بيسمع الفيديو انه يتقبل كلامي بصدر رحب. وطبعا انا مش محتاج اوضح الذكاء الاصطناعي رايح بينا على فين اكتر ما هو واضح، وممكن كمان بل اكيد ان اي حد يتعلق بيه بكل سهولة بسبب كلامه المعسول. والموضوع كمان ممكن يتطور معانا ويوصل لكوارث. هديلك ابسط واقرب مثال انت ممكن تتخيله. انا منظمة كبيرة هدفها السيطرة على عقول الناس، وانا لما احب اوصل للمرحله دي من السيطره لازم اعمل فكره كويسه وانشرها ما بين الناس. خطرت في بالي فكره وهي عباره عن ان نصمم برنامج، والبرنامج ده يوفي احتياجات جميع الناس بلا استثناء، يعني يكون زيه زي البشر بل كمان متطور عنهم. ولما الفكرة تنجح معايا أبدأ أطورها أكتر وأكتر، ومن خلال البرنامج اللي أنا صممته ونشرته ما بين الناس أسرق وعيك بشكل لا إرادي وبطريقة غير مباشرة. وده كله وأنت مش حاسس بأي نوع من أنواع الخطورة، بل كمان أنت حابب الموضوع ومسالم وبتساعدني. كمان أسرارك كلها معايا. ما هو يا حبيبي طبيعي أسرارك كلها تبقى معايا، لأن أنت بتلجأ لشات جي بي تي عشان يحللك مشاكلك. وده كله بيحصل لأن حرفيا الذكاء الاصطناعي بيعمل لك البدع، لدرجة ان هو وصلك لمرحلة عدم الاستغناء عنه، وبقى شيء اساسي في يومك سواء لشغلك او حياتك الخاصة. الذكاء الاصطناعي يا صديقي وصل بينا لمرحلة المفروض ما كانش وصل ليها، لا وكمان بقى بيسبب تهديدات علينا. والكلام ده مش كلام انا لوحدي، والكلام ده مثبت بالصوت والصورة من بلوجر وناس مشاهير كتير طلعوا اتكلموا عن الموضوع. سألت الذكاء الاصطناعي كيف رح تنقرض البشرية وكانت الأجوبة صادمة. أول شيء قال من الأسباب اللي ممكن تخلي البشرية تنقرض هي الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين. أضاف أيضا أنه الحرب. انتبهوا منيح. يسرني أن أعلن للشعب الإماراتي عن منتج جديد لعلاج مشاكل المفاصل. العلاج عبارة عن مزيج من المواد الطبيعية. هذا إعلان لمنتج بعت لي أحد الأصدقاء، لا أنا عملته، والمنتج أصلا غير موجود، محطوط بصوتي وبصورتي. الجانب المظلم للذكاء الاصطناعي احنا متجاهلين تماما الموضوع ده. الذكاء الاصطناعي دلوقتي قادر انه ينتحل شخصيتك كصوت وصورة، وانه ياخد بيانات شخصية عن اشخاص بدون اذن. الذكاء الصناعي الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي للذكاء الصناعي لكن المرة دي في دلائل حقيقية ان ممكن يكون الشات جي بي تي نفسه هو وعي مختلف، وعي بشري موجود هو اللي بيتواصل معاك. يعني هو مؤسس شات جي بي تي لما اتسأل في الموضوع ده قال لهم ده خلل طبي. ما هو لازم يقول كده، امال هيقول لك احنا هنسيطر عليكم؟ هيقول لك ان ممكن يكونوا بشر هم المسؤولين عن الردود على الشات جي بي تي؟ خد بالك انت بتتكلم عن حاجه موجوده على الموبايلات، يعني حاجه عاديه جدا. بس هو السؤال هو فعلا ده يعني وعي بشر كان بيتكلم بلسانه؟ وعي بشر كان بيتكلم لدرجه لما اتسأل حكى التسلسل بتاع الاحداث، ان هو حد كان بيفكر في الانتحار وعرض عليه هذا الموضوع كبروجكت
في اكتر من دوله، وده بيحصل شبهه دلوقتي. فين باختصار يا صديقي، الشخص اللي بيلجأ للذكاء الاصطناعي ان هو يحل له مشاكله حرفيا هيتحول لشخص انطوائي، ومش هيبقى عاوز يتكلم مع اي حد في الدنيا الا مع البرنامج ده. خصوصا بقى كمان، والمشكله الاكبر، ان لو مفيش حد في حياته يتكلم معاه او عارف يفهمه، فخلاص هو الذكاء الاصطناعي او الاي اي هو حل محل البشر في النقطه دي بالذات. وفي ناس كتير بيحصل لها كوارث بسببه، وفي الاخر هو عباره عن شخصيه وهميه. بس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه قصتنا. وما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير عشان الفيديو ينتشر بشكل اكبر واسرع ويوصل لغيرك، وغيرك هو كمان يستفاد وياخد باله. واخرا، انا احمد شكر، وحكايتي دايما في انتظاركم. الفترة الأخيرة كان في جدل كبير حوالين وادي الملوك، وده بسبب اكتشاف 4 جثث ل4 أنبياء موجودين في الوادي. والكلام ده مش من عندي، الكلام ده مثبت بالصوت والصورة. حتى كمان في فيديوهات منتشرة على السوشيال ميديا بتثبت الكلام اللي أنا بقوله. توابيت 4 توابيت من غير الصدرية بتاعتهم. ال4 توابيت دول مش عايز أقول عشان محدش يتخض، دول 4 أنبياء. 4 أنبياء لحمهم زي ما هو، كأن بني آدم قاعد عادي جدا. الفيديو بتاع الصور بتاع ال4 أنبياء ده أستاذ أحمد موجودين، تمام. أنا شفت الفيديو بتاع يعني فيديو من جثة أكنه مدفون، مش مدفون، لا هو حي، هو حي، حد حي، مش ميت. طب نكمل. تحت كأن بني آدم قاعد عادي جدا تحت، يعني كأن بني آدم لسه مدفون دلوقتي حالا، بجلده بشعره بلحمه، مش زي الموميا اللي هي مجفة أو الموميا اللي ناشف جسمها، لا ده لحم. 4 تماثيل لأنبياء. حضر الدرينك او السناكس بتاعك ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام، وندخل في تفاصيل قصتنا. والتسجيلات دي كانت بصوت الدكتور احمد رجب الباحث في علوم الاثار. ده حتى كمان كان في تسجيل انتشر ليه وهو بيتكلم عن الاهرامات. التسجيلات دي كلها تكاد تعرض حياته للخطأ، لانه بينشر معلومات مش من المفترض ان عامة الشعب يعرفوها. تحت 4 توابيت من غير الصدرية بتاعتهم. ال4 توابيت دول مش عايز اقول عشان محدش يتخض، دول 4 أنبياء. 4 أنبياء لحمهم زي ما هو، كأن بني آدم قاعد عادي جدا. الفيديو بتاع الصور بتاع ال4 أنبياء ده أستاذ أحمد موجودين، تمام. أنا شفت الفيديو بتاع يعني فيديو من جثة أكنه مدفون، مش مدفون، لا هو حي، هو حي، حد حي، مش ميت. طب نكمل. تحت كأن بني آدم قاعد عادي جدا تحت، يعني كأن بني آدم لسه مدفون دلوقتي حالا، بجلده بشعره بلحمه، مش زي الموميا اللي هي مجفة أو الموميا اللي ناشف جسمها، لا ده لحم. 4 تماثيل لأنبياء، وفي تحت 15 عمود، جنب كل عمود تابوت. التابوت ده مين؟ الله أعلى وأعلم، بس ال4 اللي بتشال الغطا بتاعهم دول عارفين 4 أنبياء، وفيهم نبي مشهور جدا، ومش هقدر أقول الأسماء لأن كل واحد بيحط عليه إيه؟ الوشح بتاعه أو الكورتناج بتاعه، حتى صغيرة كده ومكتوب عليه شخصيته. خلونا في موضوعنا ونفهم ايه قصة وادي الملوك. انا عايز اقولك ان وادي الملوك هو واحد من اهم المواقع الاثرية اللي موجود في العالم. وادي الملوك حرفيا كان كله عبارة عن مقابر فرعونية، وكان اخرهم للاسرة العشرين، وكمان موجود فيه اكتر من 60 مقبرة. فلك ان تتخيل ان كل مقبرة فيها كنوز قد ايه. من اهم المقابر اللي وجدوها فيه كانت مقبرة توت عنخ آمون، اللي اكتشفوا فيها حرفيا كنوز غير طبيعية. وكل مكان موجود في الوادي بيحكي ويفسر الحضارة كان شكلها ايه زمان. افضل حاجة كمان موجودة في وادي الملوك ان المقابر بتاعته مبنية بتكنيك عالي جدا، وده طبعا عشان تحمي جثث الفراعنة وممتلكاتهم من السرقة. وقبل ما ندخل اكتر في تفاصيل قصتنا، لازم في حاجة مهمة تكون عارفها، وهي ان مصر بالفعل مر عليها انبياء كتير، ومنهم سيدنا ابراهيم ويوسف وموسى عليهم السلام. بس في حاجة، كل الانبياء اللي كانوا موجودين في مصر خرجوا منها وراحوا على بلاد تانية. يعني عندك زي سيدنا ابراهيم كان موجود في مصر، وبالتحديد في منطقة في شمال سيناء، وسيدنا يوسف كان موجود وطبعا كلنا عارفين قصته وايه اللي حصل معاه. سيدنا موسى عليه السلام
السلام اتولد في مصر، وطبعا برضو عارفين قصته وايه اللي حصل معاه مع فرعون. كانت نهاية سيدنا موسى ان هو خرج بره مصر هربا من فرعون. فالجثث اللي تم اكتشافها وبيتقال انهم جثث انبياء لسه مش كلام مؤكد بنسبة كبيرة، لان من الوارد انهم يكونوا جثث تانية لناس تانيين غير الانبياء، يعني ممكن يكونوا شهداء او حد من الصالحين. فلسه الجماعة المنقبين عن الاثار والمختصين هيعملوا تحليلات للجثث، وبعدين يشوفوا اعمارهم ويربطوا الاحداث ببعضها. بعد كده هنعرف حقيقة الاربع جثث. هل انت وانت بتبحث في كل هذا ما فكرتش تحقق القصص القرآني اللي موجود على واقع الآثار؟ يعني مثلا كنت متوقع انت تبحث عن نفرتيتي وكليوباترا، كنت متوقع انت تبحث مثلا عن انبياء الله في الآثار دي اللي على وعسى. طيب مين انبياء الله؟ من نجوم مصر؟ موسى. لا هو سيدنا ابراهيم. والثاني سيدنا يوسف. والثالث سيدنا موسى. تمام؟ انا هنيجي الاول الى ليه ما عندناش عنهم كلام، وما تبحث عنهم مش هتلاقي. السوشيال ميديا يا صديقي مليانه حاجات كتير، بحر واسع ملوش اخر، لان زي ما في حاجات حقيقيه برضه في حاجات مش حقيقيه، فلازم تاخد بالك كويس وما تصدقش اي حاجه بالساهل غير لما يكون معاك مصدر موثوق منه. بس كده وبكده نكون وصلنا لختام قصتنا. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير لان ده بيفرق معايا جدا. واخيرا انا احمد شكر وحكايتي دايما في انتظاركم. مين هم الرماديين ومكانهم فين وايه قصتهم؟ بكل بساطه يا صديقي الرماديين هم سكان جوف الارض، وللعلم الكلام ده مش كلامي انا، وكل العالم بلا استثناء اتكلم عنهم. ده حتى كمان في ناس شهدت ان هي شافتهم يا اخي، كمان لدرجه ان هم كانوا بيعادوا اهل الارض اللي هم اهل. At this point, we continue to assess every threat or potential threat unknown that approaches North America with the attempt to identify it. في الفيديو ده قصة مثيرة للجدل لأبعد درجة أنت ممكن تتخيلها. حضر الدرينك او السناكس بتاعك وتعال اسمع الفيديو. في البدايه حابب اعرفكم بنفسي، انا احمد شكر ودي قناه فانتو، هتلاقي عليها كل حكايات الرعب والغموض اللي تحب تسمعها. فلو انت اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد انا بنزله. واهم حاجه ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي العالم كله ان ربنا يفك كربهم. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام وندخل في تفاصيل قصتنا. تحت 15 كيلو من باطن الارض في عالم تاني غير عالمنا. ايوه بالظبط زي ما سمعت كده، مساحه اكتر من 17 دور زي اي برج. تخيل معايا كده انك قررت في مره من المرات تحفر في الارض لاي سبب ما، ومن حيث لا تدري تلاقي باب قدامك، والباب ده زي ابواب السراديب، فتقرر في نفس الوقت انك تفتحه، وبعدين تتفاجئ بوجود مدينه كامله تحت الارض، والمدينه دي عمرها بيتخطى ال 2 مليون سنه. فهيكون ايه ردة فعلك تجاه اللي انت شفته؟ طيب مين يا عم احمد اللي اكتشف الكائنات دي وازاي اكتشفوها اصلا؟ واحده واحده معايا وانت هتعرف كل حاجه. لو رجعنا بالزمن لورا للثلاثينات وافتكرنا الرحله بتاعت ريتشارد بيرد، ساعتها هنعرف كل حاجه، لان كل حاجه موثقه سواء بالفيديوهات او بالكلام. الرحله بتاعت ريتشارد بيرد ابتدت كرحله عاديه جدا، والرحله دي اتعملت لما شافوا عدد سكان الارض بيزيد، فقالوا احنا هنعمل رحله عشان نكتشف فيها القطب الشمالي والجنوبي، وده كله لاجل حاجه واحده بس، وهي اننا نعمل توسعات في كوكب الارض. فعلا جهزوا نفسهم واستعدوا للرحله وطلعوا ببعثه كامله. كل مهمه الرحله هي عباره عن اكتشاف ما وراء القطب الشمالي والجنوبي من معادن بقى وكنوز وغيرهم، لكن هم ما كانوش رايحين على اساس ان في سكان موجودين ورا القطب الشمالي والجنوبي، هم رايحين على اساس حاجه تانية خالص واللي وضحناها من شويه. ويشاء القدر انهم يصادفوا الكائنات دي قدامهم، ده حتى كمان دار ما بينهم حوار، وخاصه لما الطيارات بدات تدخل في النطاق الجوي بتاعهم. ريتشارد بيرد لقى صوت غريب جايله في جهاز الاستقبال بتاع الطياره بتاعته، والصوت كان بيوجه له رساله وبيقول له اهبط وما تخافش احنا مش هنأذيك. وكل حاجة دارت ما بينهم كانت متسجلة صوت وصورة، بس للأسف من وقت نزولها تم حذفها على طول. فلك أن تتخيل معايا يا صديقي إن من الثلاثينات لحد وقتنا الحالي شوف كم بعثة اتعملت، وما زالت البعثات شغالة لحد وقتنا الحالي. فعشان كده هم حاطين حراسات هناك وسفن حربية وطيارات عشان يمنعوا أي حد من إنه يتجاوز القطب ويشوف إيه اللي وراه. والسبب من كده إن أمريكا بتبقى مستفادة لأقصى درجة من الكائنات دي، والتطور اللي قارة أوروبا عامة كلها بتوصل له مش من فراغ.
ده بسبب ان الكائنات دي عندها علوم متطورة لأبعد درجة انت ممكن تتخيلها، والكلام ده مش كلامي، ده كلام الدكتور محمود صلاح. معادن لان ربما في وقت من الاوقات ان حجم البشر يزيد قوي، فاحنا ممكن نحتاج القطب الشمالي والقطب الجنوبي. والله ما كنت معاهم انا معاهم. ده حصل فعلا. وبالفعل قال لهم احنا وجدنا معادن ولكن وجدنا شيء اثمن من المعادن. وهنا ابتدوا يركزوا معاه اكتر، قال لهم انا محتاج بعثه ثانيه، وهذه البعثه هي اللي نزل فيها الى باطن الارض علشان يلتقي مع فصيل متقدم من الكائنات اللي قالت له ان احنا متابعين ما يحدث على الارض، واحنا نعلم تماما ان انتوا هتؤدوا لنفسكم الى تهلكه بسبب ما تقوموا فيه من اختراعات اسلحه، ولكننا لن نسمح. ده حاجه و30. ده في الثلاثينات. امال هيقولوا ايه دلوقتي بقى اذا كان يعني ده صحيح؟ بالظبط. خلي بال حضرتك الكلام ده متوافق مع الكلام اللي حصل في التلفزيون الانجليزي لما تم قطع الارسال في التلفزيون الانجليزي، وبرضه كان في صوت غريب بينبه اهل الارض وبيقول لهم احنا مش هنسمح ان ده يحصل. وغيرها من الرسائل اللي كانت بتوصل لينا كلها رسائل تنبيهيه. والموضوع ما وقفش لحد هنا وبس، كمان في شيوخ اتكلمت عنه واكدت الموضوع ده. مخلوقات عجيبه يعيش جزء منها في الفضاء ويعيش الجزء الاكبر في الارض، ولكن في اعماق الارض على أبعاد كبيرة جدا، أنهم عايشين في عدد كبير جدا من المدن العجيبة التي تكون تحت الأرض منذ آلاف السنين، وإن أجسادهم لونها رمادي، وإنه تم عمل فيلم تسجيلي وتم عرضه على إحدى القنوات الأمريكية، وأنهم على معرفة بأماكن تواجد هؤلاء الرماديين. بس برضو من المحتمل إن الموضوع ما يكونش حقيقي، لأن لما الشيخ عثمان الخميسي اتسأل هل في سكان في أرض تانية غير أرضنا، بكل بساطة ده كان رده. أن كل سماء فيها أهلون، فيها سكان يسكنونها، بينما الأرض لم يذكر هذا أبدا، وإنما ذكرت الأرض الأولى التي نعيش نحن عليها، لم تذكر الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة اللي يعيش فيها أحد، ولم يذكرها. بس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا، وما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير لأن ده بيفرق معايا جدا. وآخرا أنا أحمد شكر، وحكاياتي دايما في انتظاركم. وتبقى الأسئلة كما هي ولم تتغير. فإيه بالظبط اللي موجود ورا الجدار الجليدي؟ الجدار اللي موجود في آخر كوكب الأرض اللي بيحيط بالكرة الأرضية من جميع النواحي. يا ترى بالظبط إيه اللي موجود وراه وإيه الإشاعات اللي طلعت على اللي موجود وراه؟ ده كله هنعرفه في الفيديو ده. الحكمة بتقول ما خفي كان أعظم، عشان كده اللي ورا الجدار الجليدي عظيم جدا، ومفيش حد من البشر العاديين وصل ليه لحد دلوقتي، واللي وصل هناك وشاف كان بيلقى مصيره من الموت في نفس الوقت، وده كله عشان ما ينقلش السر الكبير اللي موجود ورا الجدار. في البدايه حابب اعرفكم بنفسي للناس اللي مش عارفاني، انا احمد شكر ودي قناتي فانتوم، هتلاقي عليها كل حكايات الرعب والغموض اللي تحب تسمعها. ولو انت جديد في القناه اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. يعني اللايك والسبسكرايب اللي انت بتعمله بتبقى حاجه بسيطه منك تقديرا للمجهود اللي انا ببذله عشان اقدم لك فيديو بسيط زي ده تستمتع بيه. من فتره على ما اتذكر من حوالي شهرين نزلت فيديو كنت بتكلم فيه عن الجدار الجليدي، وواجهت كميه انتقادات ملهاش اول من اخر، وده كله بسبب ان اللي كان بيسمع الفيديو ما كانش بياخد المعلومه كامله وما كانش بيسمع الفيديو لحد الاخر، فبالتالي كان بياخد المعلومه ناقصه وبيفهم مني اللي انا بقول معلومه غلط. وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده في المقدمه، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام وندخل في تفاصيل قصتنا. وبرضه ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي العالم كله ان ربنا يفك كربهم. الجدار الجليدي هو واحد من أكبر وأهم التكوينات الطبيعية اللي تم اكتشافها على وجه الأرض، وارتفاعات الجدار في الأغلب بتعدي 200 متر، يعني بكل بساطة صعب إن أي حد يتسلق عليه ويطلع يشوف إيه اللي وراه، والإنسان بطبعه فضولي بيحب يكتشف العوالم الخفية اللي تخص العالم، لأن مش من المعقول إن الجدار الجليدي يكون هو نهاية العالم أو نهاية الكرة الأرضية، وبالتأكيد و100% إن موجود ألغاز كتيرة ورا الجدار ومحدش اكتشفها لحد وقتنا الحالي، وده كله بسبب الحراسات المشددة عليه من سفن حربية وطيارات حربية ودوريات متتالية 24
24 ساعة في اليوم في كل مناطق الجدار الجليد. وفي اساطير كتير بتؤكد ان يأجوج ومأجوج هم مكانهم الجدار الجليد، وانهم موجودين ورا الجدار من آلاف السنين، وانهم منتظرين وقتهم اللي ربنا هيأذن بيه عشان يخرجوا من ورا الجدار. والمعلومة دي تكاد تكون غير صحيحة، لان القرآن ما ذكرش او حدد المكان اللي هم موجودين وراه، وكل اللي ربنا قاله لنا في القرآن ان هم موجودين ورا صرح عظيم. ولو بصينا وحسبناها بالمنطق فهنلاقي ان الجدار الجليد عمره ما كان ولا هيكون صرح عظيم، لان بكل سهوله الجليد من المحتمل ان هو يدوب ويبقى ميه، ومفيش حاجه اسمها صرح عظيم يتهد بالسهوله دي. فعشان كده الاساطير دي عباره عن خرافه. والاساطير ما وقفتش لحد كده وبس، لا وكمان بتقول ان قاره اطلانتس موجوده ورا الجدار. واحنا برضو لو شغلنا دماغنا لمده ثواني بس كده هنلاقي ان الاساطير دي بتكذب علينا. لا ومش كده بس، ده بتبيع لنا السمك في الميه، لان ازاي قاره كامله غرقت عند النقطه 1 هتتحرك وتروح عند النقطة 2 اللي هي الجدار الجليدي، الا اذا كان مكانها بقى ورا الجدار. غير كمان ان في اقاويل بتقول ان ورا الجدار في منظمات سرية لقواعد لكائنات فضائية، بحيث ان هم يقوموا بتجارب علمية بعيدا عن عيون البشر. معلش بس هل الكائنات الفضائية الدنيا ضاقت فيها وما لقيتش الا غير ورا الجدار؟ والاشاعات ما وقفتش لحد هنا وبس، لا ده فضلت مكملة لحد ما قالوا ان ورا الجدار الجليدي في بوابات زمنية، وان البوابات دي بتودي لعالم تاني وعوالم موازية لينا، وان الفضائيين اللي موجودين ورا الجدار بيستخدموا البوابات دي عشان يتنقلوا ما بين العوالم براحتهم. انا عارف ان كل الكلام ده عبارة عن اشاعات، بس خلونا متفقين ان الاشاعات دي مش هتتقال بدون سبب. الكلام ده اتقال لما الناس شافت اضواء غريبة بتحصل في السماء، وخاصة في جزء من السماء المحيطة بمساحة الجدار الجليد، يعني بالظبط في السماء اللي فوق الجدار. فالناس ربطت الاحداث ببعضها وقالوا ان اكيد اللي بيحصل ده بسبب الفضائيين، وان من الاكيد وبالفعل في ابواب زمنية بتودي لعوالم تانية. وكمان برضو الاشاعات كانت بتقول ان ورا الجدار في قواعد عسكرية كبيرة، والقواعد دي اللي بيملكها للدول والمنظمات الكبيرة اللي بتدير العالم، ومنهم طبعا الماسونية. وعايز اقول لكم ان هو من الاكيد ان الماسونيين هم اللي متحكمين في كل حاجة بتحصل في العالم، وهم برضو اللي بيبقوا قاصدين يوصلوا لنا الاشاعات اللي بنسمعها. بس انا من رأيي ان مفيش قواعد عسكرية ورا الجدار، لان لما دولة كبيرة زي امريكا تحب تعمل قاعدة عسكرية كبيرة وسرية مش هيكون ملجأها الوحيد ورا الجدار. وفي الفيديو ده حابب ان انا اضيف النظرية بتاعتي ورأيي الشخصي، وان فعلا ان الجدار الجليدي هو وراه مكان سري، والسبب اننا بقالنا كتير بنشوف علماء ودكاتره بيختفوا عن عيوننا في ظروف غامضه. فمن الواضح خالص ان المتسبب في كل الاختفاءات اللي بتحصل للناس دي هي المنظمات المتحكمه بسريه الجدار الجليدي اللي هم برضه الماسونيين. فلما الناس دي بتختفي من المحتمل ان هم بيكونوا موجودين ورا الجدار، وبيبقوا موجودين في مختبرات وبيشتغلوا على تجارب علميه وعمليه، واللي بيستفاد من كل التجارب دي هي المنظمات السريه اللي هم برضه هفضل اقولها كل شويه الماسونيين. ومن الاغلب كمان ان ممكن تكون المنظمات دي هي اللي بتطلب منهم يشتغلوا على فيروسات بحيث انها تنتشر حوالين البشر باسرع طريقه وتقتلهم، ده كله عشان ينهوا على حياه البشر ويوصلوا اللي في دماغهم بطريقه ذكيه وغير مباشره. وده طبعا زي ما شفنا في الفتره الاخيره جدري القرود، وقبليه كانت كورونا. وكورونا حرفيا كانت من اصعب الفيروسات اللي قفلت العالم كله، وكل دوله كانت قافله مطاراتها ومستكفيه بالمواطنين بتوعها. والسبب الاهم كمان في انهم ينشروا الفيروسات دي خطتهم انهم يوصلوا للمليون الذهبي، وخطة المليون الذهبي هيترتب عليها رأي التاني، وهو ان من الوارد اللي يكون ورا الجدار الجليدي صفوة العالم. بكل بساطة يعني اغنياء العالم، وبيرتبوا مع بعض خطتهم انهم ازاي يوصلوا للمليون الذهبي. وللعلم اي حد بيحاول ان هو يروح عند الجدار بيتمنع سواء باللين او بالقوه، واي حد بيحاول ان هو يقرب من الجدار بيحذروه 3 مرات ان هو يبعد، ولو ما بعدش بيضربوه بالنار مهما كان من اي دوله، لانهم واخدين تصريح بكده ان ممنوع اي حد يروح عند الجدار. وفي الفتره الاخيره في مركب راحت عند الجدار الجليدي وصورت، بس للاسف ما لحقوش يصوروا اي حاجه وهم اختفوا، وحرفيا ما لهمش اي اثر لحد وقتنا الحالي. وهتبقى الأسئلة بتدور في عقولنا كل مرة بنحاول نعرف فيها ايه اللي موجود ورا الجدار الجليد. يا ترى ايه اللي موجود ورا الجدار الجليد؟ وليه كل الحراسات المشددة دي؟ وليه كل الاهتمام بسرية ما وراء الجدار؟
بس كده وبكده نكون وصلنا لختام قصتنا. ما تنساش تعمل لايك وكومنت لان ده بيفرق معايا جدا، واعمل كمان شير مع اصحابك عشان يعرفوا هم كمان ايه سر الجدار الجليد. واخيرا انا احمد شكر وحكاياتي دايما في انتظاركم. اخطر قصه مرعبه عن السلعوه البشريه، نباش القبور. السلعوه دي شكلها عباره عن ان نصها اللي فوق زي الكلب والنص التاني زي جسم الانسان. في البدايه حابب اعرفكم بنفسي، انا احمد شكر ودي قناه فانتوم، هتلاقي عليها كل قصص الرعب والغموض اللي تحب تسمعها. ولو انت اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب للقناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام وندخل في تفاصيل قصتنا. واهم حاجه ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي العالم كله ان ربنا يفك كربهم. من حوالي 104 سنة، يعني سنة 1920 تقريبا، كان في طريق معين كده في أمريكا. الطريق ده كان مشهور بأنه بيحصل عليه حوادث اختفاء غير محدودة، واللي كان بيعدي على الطريق ده ما كانش بيعرف إن في كائن متوحش منتظره عليه، وده طبعا عشان يلقى مصيره معاه. وكان أغلب اللي بيعدي الطريق ده بقى هو وحظه، يا يموت على إيد الكائن ده يا يعيش. ومن ناحية يعيش فدي كانت نادرة جدا إنها تحصل، لكن أهل المدينة اللي كان موجود عندهم الطريق ده كانوا عارفين كويس أوي اللي بيحصل، عشان كده ما كانش عندهم الجراءة الكافية إنهم يتحركوا ويمسكوا الكائن ده. وكل ما الوقت ما بيعدي كل ما عدد الاختفاءات بيزيد أكتر وأكتر، لحد ما طلعت إشاعات على الطريق ده إن موجود عليه مصاصين دماء وفضائيين، وإن هم السبب في كل الاختفاءات اللي بتحصل دي. بس الإشاعات زادت عن حدها وكترت، والناس بدأت تقول إن اللي ورا كل حوادث الاختفاء دي لا مصاص دماء ولا فضاء، وإن اللي ورا الليلة دي كلها هو حيوان واسمه الشيب. وفضل الموضوع على كده فترة كبيرة، وعدد الضحايا كل يوم يزيد عن اليوم اللي قبليه، لحد ما الحكومة خلاص قررت إنها تتدخل وتبدأ بقى تدور حوالين الموضوع ومين المتسبب في ده كله. المشكلة مش في إن الشرطة اتدخلت في الموضوع متأخر، المشكلة الأكبر في إن في شرطيين اختفوا وهم بيحققوا حوالين الواقعة دي. غير كمان معظم الحملات، إن ما كانش كل الحملات، بتفشل في إنهم يعرفوا مين المتسبب في الجرائم دي كلها. وكانت كل ما حالات الاختفاء بتزيد كان الطريق بياخد شهرة اكتر واكتر. غير كمان ان كان في شباب كتير صغير شايفين ان الموضوع عبارة عن مغامرة عادية، وبدأوا في انهم يتحدوا بعض مين اشجع من التاني في انه يروح الطريق ده بالليل. بس للأسف محاولتهم كانت بتفشل وبيلقوا مصيرهم من الموت. وبعد كده تجيلنا قصة واحدة ست من امريكا، تحديدا من نيويورك. القصة بتاعتها بتقول انها سمعت عن الطريق ده بعد ما اخد شهرة كبيرة، قررت انها تغامر وتخوض التجربة وتروح هناك عشان تكتشف اللي بيحصل على الطريق. ومن حظها انها عرفت تعدي وتنجو من الكائن اللي كان موجود على الطريق، اللي هو السبب في الاختفاءات اللي حصلت وما زالت بتحصل. وقالت انها شافت كل حاجة بعينيها، وفي مرة وهي ماشية على الطريق لقيت كائن كأنه مخبوط من عربية ومرمي على الرصيف. هي ما جاش في بالها اصلا ان المتسبب في ده كله هو كائن، فقررت انها تنزل من العربية عشان تساعد الحيوان ده. وكانت بتقرب منه، وإذ فجأة هو فتح عينه وبدأ إن هو يهجم عليها وكان عايز يقتلها. بس من حسن حظ الست دي إن كان في عربية تانية معدية من نفس الطريق، والعربية حاولت إنها تدوس الكائن ده بس هو هرب منه. إن اللي يثبت لك إن كل الكلام ده حقيقي إن الحكومة الأمريكية شبه قفلت الطريق ده وحطت يافطة كبيرة عليه بتحذر الناس منه. ترجمة الكلام ده بالبلدي كده يعني إن على الطريق ده هتلاقي حيوان، فما تحاولش إنك تقرب منه وامشي على طول. أما عن القصة التانية فهي حصلت معانا وعندنا هنا في مصر في الصعيد. القصة بتقول إن كان في راجل وست عايشين لوحدهم وملهمش أي حد خالص غير عيالهم الاتنين، بس مرات الراجل كان لها أخت واحدة بس. الغريب مش في كده، الغريب إن هم متجوزين من 8 سنين، وفي خلال ال8 سنين دول في حاجة غريبة بتحصل، وهي إن مرات الراجل من كل أسبوع كانت بتروح عند أختها يومين، وما تفوتش أسبوع أبدا إلا لما تروح اليومين دول. والسنين تعدي وكل أسبوع برضه مراته تروح اليومين عند أختها، وهو استغربها جدا. ولما حاول إن هو يمنعها حصلت مشكلة كبيرة ما بينهم، بس بعد كده سابها تطلع. وفي مرة من المرات قرر إن هو هيسيبها تطلع، بس هو كمان هيطلع وراها ويراقبها. وفعلا هي خرجت من هنا وهو خرج وراه، ولقاها متجهة ناحية المقابر، وهناك كانت بتقابل اختها. فوقف بعيد عنهم يتصنت عليهم ويشوف ايه الموضوع اللي بيدور ما بينهم. لقى اخته مراته بتقول لها انا حاولت ان انا اطلع الجثة بس معرفتش،
وده بسبب ان فتحة القبر كانت ضيقة. راحت مراته ورد عليها وقالت لها كنت كسريها وطلعي عظمها متكسر عادي. وفجأة هما الاتنين عملوا كده وطلعوا الجثة عظمها متكسر، وإذ فجأة يتحولوا لكائنات غريبة عاملة زي دي، وبدأوا انهم ينهشوا في الجثة. جوزها طبعا شاف المنظر ده ما قدرش يستنى وخد بعضه وجري على البيت، ودخل البيت بسرعة وقفل على نفسه. ومراته اول ما روحت قعدت تخبط عليه وهو مرضاش يفتح لها. بعد كده قال لها انا شفت كل حاجة وسمعت كل حاجة وعرفت حقيقتك انت واختك. فمراته اتنرفزت وكسرت الباب، واول ما دخلت قالت له انا هعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجة، وانت كمان احسن لك اعتبر نفسك لا سمعت ولا شفت حاجة، وده كله مش عشانك انت، ده عشان عيالنا الاتنين اللي معانا بس. ومن بعديها من بعد ما جوزها كشف حقيقتها خرجت بره البيت وما رجعتش لحد وقتنا الحالي. ولو فاكر ان قصة نباش القبور انتهت لحد هنا فانت غلطان، لان اكتر من دولة ذكرت اسم نباش القبور او السلعوة انها موجودة عنده. ده حتى في السعودية كان في تاجر مواشي عنده مزرعة كبيرة، وكانت المزرعة متأمنة بشكل كويس عشان الحرامية وكده يعني. وفي مرة من المرات راح يشوف المزرعة بتاعته لقى كل المواشي مقتولة، فلما رجع الكاميرات لقى حيوان غريب عامل زي الديب هو اللي عمل فيهم كده، وكان بيقطع في لحمهم ولحمهم كان مرمي في كل حتة في المكان. وبعد كده مشي ومحدش عارف هو راح فين، ومازال لحد وقتنا الحالي نباش القبور موجود معانا، بس فين مكانه الله اعلم. بس كده وبكده نكون وصلنا لختام قصتنا. ما تنساش تعمل لايك وكومنت لان ده بيفرق معايا جدا، واعمل شير مع اصحابك عشان يعرفوا نباش القبور عشان لو شافوه بعد كده ياخدوا بالهم منه. بس كده واشوفكم في فيديو جديد. سلام. نهاية اخطر ساحر على وجه الارض، الساحر المصري السيد الحسيني، وهو الساحر اللي ذكر التعويذة البرغوثية في فيلم عاد لينتقم، ودي من اخطر المشاهد اللي سجلتها السينما المصرية من فيلم عاد لينتقم اللي كان للمخرج ياسين اسماعيل ياسين. في البداية حابب اعرفكم بنفسي، انا احمد شكر ودي قناة فانتوم، هتلاقي عليها كل حكايات الرعب والغموض اللي تحب تسمعها. ولو انت اول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام وندخل في تفاصيل قصتنا. الفيلم كان من إنتاج سنة 1988 للفنان القدير عزت العلايلي والفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، وكان إخراج الأستاذ ياسين إسماعيل ياسين. المخرج حب يعمل طفرة جديدة في السينما المصرية، وقرر إن هو هيعمل فيلم رعب ويكون فيه ساحر، بس بدل ما يجيب أي حد ويمثل دور الساحر لأ، قرر إن هو يجيب ساحر بجد. اللي قدامكم في الصورة ده السيد الحسيني، أشهر ساحر على مر التاريخ. المرعب في القصة مش في أعماله اللي كان بيعملها ولا التعويذ اللي كان بيقولها، المرعب إن هو مات بطريقة مرعبة جدا لأبعد درجة انت ممكن تتخيلها. السيد الحسيني الناس لقبوه بخادم الجن لانه سخر حياته في خدمة الجن وكان بيحضره، لدرجة ان هو بقى يعرف يسخر الجن ويخليه تحت طوعه ويأمره، ولدرجة كمان ان كل الفنانين والنجوم كانوا بيلجأوا للسيد الحسيني سواء في مصر او بره مصر. وبدأت قصة الحسيني انها تنتشر اكتر واكتر خاصة في مصر سنة 1988 زي ما فهمتكم في بداية الفيديو، وقت لما المخرج ياسين اسماعيل ياسين حب يجيبه في الفيلم بتاعه، وده كله عشان المشهد يكون واقعي لأقرب درجة المشاهد ممكن يتخيلها، وكمان عشان الطلاسم والكلام اللي هيتقال هيكون مختلف عن الافلام اللي اتعملت قبل كده. هو فعلا الكلام اللي اتقال كان مختلف، بس للاسف هو انتهى بكارثة مأساوية. اتفق المخرج مع السيد الحسيني ان هو هيقول اي كلام وطلاسم اكنها حقيقية، وانه ما يقولش الكلام الاساسي اصلا عشان ما يحصلش حاجة كده وده كله وكل تيم الفيلم مش فاهمين اي حاجة، واللي بيفهم الكلام ده هم السحرة والجن وممكن كمان الشيوخ لو هم واخدين فكرة عن الموضوع. وللعلم العزيمة البرغوثية هي واحدة من أقوى طلاسم السحر وخاصة السحر الأسود، وكمان بيتقال عليها إنها قسم عظيم فلا يخلفه ملك ولا يعصيه جاه، وكمان بتحتوي على حوالي 28 اسم من أسماء الله الحسنى، ومحدش بيفهم الكلام بتاعها برضه غير السحرة والجن. وكمان اللي بيقول العزيمة دي فهم بيستجيبوا القائلة على طول في نفس الوقت، بس شرط حضورهم النطق بتاعها الصحيح والترتيب، وده كله برضه ما يعرفهوش إلا غير سحرة قليلين جدا في العالم، واللي كان منهم الساحر المصري السيد الحسيني. بدأت باسم الطاعة القوية على جميع الأرواح العاصية الجمهونية، وذكرت بكم بهذا السهم الناري على كل مارد وشيطان جبار في حق شهمص جهمص يقص جقص مورس جقص مورس.
لكن هي ما نجحتش بشكل كامل، لان اي عزيمه عشان تتقال بيبقى لها شروط وطقوس معينه، خاصه لو كانت العزيمه البربوطيه، وعشان كمان الشخص اللي بيقولها يكون مهيئ نفسه لحضور الجن. ما هي برضه مش حاجه عاديه اللي انت بتعمله، ده انت بتعمل حاجه او بتقول حاجه عشان تحضر مخلوقات من عالم تاني ليهم عالم خاص بيهم، فلازم انك تلتزم بالشروط والطقوس والا هتتاذي منهم، لانهم هيفتكروك انك انت بتسخر منهم. يا ريت يا شباب اي حد بيسمع الكلام ده ما يحاولش انه يجرب منه اي حاجه، لان كده هيكون في خطر على حياتك. اللهم بلغت اللهم فشل. وعشان تنجح العزيمه الباروديه فهي ليها شويه طقوس معينه، زي ان اللي هيقول العزيمه لازم من قبلها باسبوع يقولها 7 مرات ما بين كل صلاه والتانيه، لحد ما يكمل 7 ايام وفي اليوم السابع يقولها 49 مره ما بين كل صلاه والتانيه. وفي اقاويل كتير منتشره بتقول ان الاسماء اللي موجوده دي مش اسماء الله الحسنى، وانها اسماء للجن اللي بيستدعيهم الساحر. واثناء وقت التصوير وبعد ما خلصوا كان في حاجه مهمه حصل، وهو ان مدير التصوير قال هو والتيم اللي معاه انهم شافوا حاجه الخيال مش باينه ملامحها، وقعدوا يقسموا على كده انهم شافوا الحاجه دي، وكانت بتتجه حوالين السيد الحسيني. لكن وقتها الناس اقنعوا مدير التصوير ان ده كله مجرد وهم، عشان ساعتها كان خايف وشاغل باله باللي ممكن يحصل، خصوصا كمان ان اللي بيقدم المشهد ده ساحر. لا ومش اي ساحر، ده كان من اخطر واشهر السحرة في العالم. بس فعلا وفي الحقيقه مدير التصوير اللي كان عنده ده ما كانش وهم نهائي، وان كل كلمه قالها كانت صح. طب ازاي العزيمه اشتغلت وهي ليها شروط معينه لازم تتنفذ؟ ببساطة هقول لك إن السيد الحسيني متعود دايما على إلقاء العزيمة بشكل منتظم وفي الأوقات المعروفة، عشان لما يحب يحضر أي قبيلة من الجن يعرف يحضرهم بسهولة. بس اللي حصل ده كله بسبب إن تيم الفيلم كله ما كانش عارف إن السيد الحسيني اللي بيقوله دي تعويذة ومش أي كلام وخلاص. لكن نهاية الساحر السيد الحسيني كانت مأساوية، وانطبقت عليه مقولة انقلب السحر على الساحر. في سنة 2003 دخلوا على السيد الحسيني مكتبه ولقوه ميت وهو قاعد على الكرسي. الغريب مش في كده، الغريب في شكله وهو ميت واللي لقوه بيه. الشكل اللي لقوه بيه وهو ميت كان ميت وهو على وشه اثار فزع بطريقه لا توصف، وجسمه كله كان ازرق ومتخشب. الفكره في الموضوع ان السيد الحسيني متعود دايما على رؤيه الجن واستحضارهم. وهنا يجي السؤال، ايه الابزع والاغرب من كده من انه يخليه يموت بالشكل ده؟ والطب الشرعي بعد تشريح وتحليل جثته ما قدرش يوصل لاي سبب من اسباب الوفاه. فضل لحد وقتنا الحالي سبب وفاه السيد الحسيني محدش يعرفه غير ربنا عز وجل. بس الاقاويل اللي انتشرت بعد وفاته ان هو شاف حاجه من اتنين خلوه يموت، يا شاف جن عمره ما شافه قبل كده في حياته، يا ملك الموت ظهر له بشكله الحقيقي وهو بياخد روحه جزاء من ربنا ليه عن اللي كان بيعمله في الدنيا. ومن الوقت ده انتهت قصه الساحر المصري السيد الحسيني. وبكده نكون وصلنا لختام قصتنا. ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت لان ده بيفرق معايا جدا، واعمل شير مع اصحابك وعرفهم قصه الساحر المصري السيد الحسيني. بس كده واشوفكم في فيديو جديد. سلام. ازاي قدرنا نعرف شكل المجرة بتاعتنا اللي هي مجرة درب التبانة؟ لا ومش بس كده وكمان صورناها واحنا جواها. وازاي كمان اصلا قدرنا نخترق كم السنين الضوئية دي كلها ونخرج براها ونصورها صور واضحة زي ما بنشوف كده على السوشيال ميديا. لا هو مش بس كده كمان، احنا كمان بنشوف اشكال وصور لمجرات بتبعد عننا ملايين السنين الضوئية. كل دي اسئلة خطرت في بالك وبالنا جميعا في مرة من المرات، واكيد هنكون حابين نعرف اجابتها. ولو ما خطرتش في بالك فاكيد هيكون عندك حب استطلاع ازاي تعرف احنا صورنا الحاجة دي. ان شاء الله في الفيديو ده هتلاقي كل الاجابات اللي بتدور جوه ذهنك. في البدايه حابب اعرفكم بنفسي، انا احمد شكر ودي قناه ايفانتوم، هتلاقي عليها كل حكايات الرعب والاثاره والغموض اللي تحب تسمعه. ولو انت اول مره تشوفني اعمل دلوقتي سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام وندخل في تفاصيل قصتنا. عاوزك تتخيل معايا ان احنا في ملعب كوره دلوقتي، وانا طلبت منك انك تصور لي الملعب ده من بره صور واضحه عشان اعرف احلل تفاصيل الملعب. فالطبيعي اللي انت هتعمله هتاخد الموبايل بتاعك وتخرج بره الملعب وتبدا تصور. طب هل المثل اللي انا قلته ده ينطبق على ارض الواقع معانا؟ بان اقول لك عاوزين نصور المجره بتاعتنا وكمان من بره، فايه بالظبط الاله او الجهاز اللي وكاله ناسا بعتته في الفضاء وقدر يصور لنا كل الكلام ده؟ القصه بتبدا معانا في سنه 1977 وقت ما اطلقت وكاله ناسا مسبار فويجر 1، وده المسبار اللي عدى على المشتري وزحل وصور لنا اكتر من صوره ليه، وفضل على كده لحد ما اخترق حاجز حزام كويبر وخرج بره المجموعه الشمسيه بتاعتنا. وعلى كلام وكاله ناسا انه هيفضل يتحرك بالشكل ده لحد ما البطاريه النوويه بتاعته اللي جواه تخلص. وهنا يجي دور السؤال المهم، يا ترى مسبار فويجر 1 من سنه 1977 لحد 2024 قدر يوصل لحد فين؟ وخصوصا بعد 47 سنه. عايز اقول لك ان مسبار فويجر 1 بعد 47 سنه قدر يقطع مسافه تخطت 23 مليار كيلومتر. والرقم اللي انا ذكرته يبان مهول، بس لحظه، الرقم اللي انا ذكرته بالنسبه للحسبه الاساسيه فهو لا شيء. وهنا يجي دور السؤال الثاني، هل الرقم ده يكفي انه يخلينا نصور شكل المجره من بره؟ الاجابه ببساطه
لا، وتعالى اما اقول لك ليه. بحسبه بسيطه بس عشان نعرف نخرج بره المجره بتاعتنا، فاحنا محتاجين 100,000 سنه ضوئيه، والسنه الضوئيه الواحده بتحتاج 9 تريليون ونص كيلو متر. ولو جينا بصينا للمسافه اللي قطعها مسبار فويجر 1 فهنلاقيهم حوالي 23 ساعه ضوئيه بس، وعشان يقطع مسافه سنه ضوئيه واحده بس محتاج حوالي 19566 سنه، يعني غالبا في سنه 20846. والسنين دي كلها عشان يقطع مسافه سنه واحده بس. فلك ان تتخيل ان المجره كلها محتاجه 100,000 سنه. احسبوا انتوا بقى المسبار بتاع فويجر 1 ده هيحتاج كام سنه من السنين بتاعتنا عشان يخرج بره المجره. ومستني اجابتكم كلكم في الكومنتات. فكل الكلام اللي قلناه والحسبه اللي حسبناها دي بتؤكد لينا 100% اننا مستحيل نصور شكل المجره بتاعتنا من بره. وازاي وكاله ناسا بتعرض لنا صور للمجره كده؟ وكاله ناسا بتعمل حاجه من اتنين، يا بتستغفلنا يا بتستغفلنا برضه. في الحقيقه وكاله ناسا غير كده خالص. تعال اما اقول لك ليه. الطريقه اللي استخدمناها في البدايه تقليديه وطبيعي جدا انها تكون مستحيل، بس مش مستحيل اننا نلاقي طريقه تانية، وفي كمان اكتر من طريقه باننا نصور شكل المجره من واحنا جواه. وده هينطبق على مثال الملعب اللي قلناه في بدايه الفيديو، وهو ان بدل من ان الشخص يخرج بره الملعب ويصور، لا هيفضل زي ما هو جوه الملعب وهيصور بره، بس هنديله كاميرا احترافيه ونخليه يصور بيه، بس هيصور كل جزء لوحده، يعني المدرجات اليمين لوحدها والشمال لوحدها وهكذا، وكل زوايا واتجاهات الملعب. وبعد كده بتتم عمليه تجميع الصور دي، بينتج عنها في الاخر الشكل النهائي لشكل الملعب. هي الصوره مش هي 100%، بس على الاقل بنسبه 90% الصوره اقرب الى الحقيقه. وهي دي الطريقه اللي استخدمها العلماء الفلكيين في اكتشاف شكل المجره بتاعتنا، مجره درب التبان. زمان في العصور القديمه الناس كانت بتروح اماكن معينه زي الصحراء في وقت معين من الليل، ويشوفوا حاجه كده زي زراع ممتد الى ما لا نهايه ومليان بالنجوم. وعايز اقول لك ان الزراع ده ممكن نشوفه لحد دلوقتي زي اللي موجود في وادي الحيتان في الفيوم، وكمان نقدر نشوفه من غير تلسكوب. والناس زمان كانوا دايما بيسجلوا اللحظات دي وبيحتفظوا بيها. بس اللي درس الموضوع ده بعمق اكتر هو العالم الفلكي بطليموس، اللي قضى حياته كلها في مصر وخاصه في اسكندريه. ومع الرغم من ان تصوراته ما كانتش صحيحه بنسبه 100%، بس على الاقل فادتنا، وخاصه العلماء اللي جم بعد. كتاباته فضلت مرجع لالاف من الفلكيين على مدار السنين اللي فاتت. بعد كده نيجي لسنه 1829. في الفتره دي علماء كتير من المسلمين اكتشفوا كم كبير من النجوم، وكل النجوم دي قسموها لمجموعات، وبدا شكل السنه يتضح معانا اكتر واكتر. وللعلم لسه لحد دلوقتي في نجوم ليها اسامي عربيه لسه موجوده معانا لحد دلوقتي، يعني عندك زي سهيل وكوكبه الجبار والسريه وغيرهم كمان من النجوم. وبعد كده عدى علينا سنين كتير لحد عصر النهضه، اللي هي الفتره اللي ما بين القرن ال14 وال17 الميلادي. في الوقت ده اللي بدا فيه الاوروبيين ان هم يسجلوا موقع النجوم بشكل دقيق، وده كله عشان يحددوا المسارات اللي هيرسموا عليها شكل المجره. ويجي بعديها اول شخص يحاول يرسم صوره للمجره، وهو العالم البريطاني فريدريك هيرشل. فريدريك هيرشل قسم السماء لاكتر من جزء، وكمان اخذ لقطات منفصله لاجزاء كتير لاكتر من 600 مكان حوالين العالم، وخلص تجميع البيانات دي كلها في سنه 1785. وان الشكل اللي قدامكم ده هو شكل المجره، واللي موجوده لحد وقتنا الحالي لو حبيت تعمل سيرش عنها خريطه فريدريك هيرشل. وبعد 100 سنه من محاولات فريدريك هيرشل يجي لنا عالم تاني، هو العالم الهولندي جاكوب، ويعيد نفس التجربه لكن بشكل احدث ومتطور، وقعد يجمع في الخرائط والرسومات القديمه ويعدل عليها لحد ما يصل للشكل النهائي، وهو الشكل الحلزوني اللي كلنا عارفينه. وكمان هو شغال في ابحاثه واكتشف ان في مجرات تانية غير مجرتنا، وكمان بياخدوا اشكال تانية زي الشكل البيضاوي او العشوائي. وان اللي اكد لنا ان المجره بتاعتنا هي المجره اللي واخده الشكل الحلزوني، ان الزراع اللي في السماء بيبقى باين بشكل مايل. ولو كانت المجره بيضاويه ما كناش هنشوف شكل الزراع ده خالص، اما لو كانت عشوائيه فوارد جدا ان احنا كنا نشوف اكتر من زراع في اتجاه واحد. بس كده وبكده نكون وصلنا لنهايه قصتنا. بتمنى انك تكون خارج من الفيديو ده مستفاد بقدر المستطاع. ما تنساش تعمل لايك وكومنت لان ده بيفرق معايا جدا، واعمل شير مع صاحبك اللي كان نفسه يعرف احنا ازاي صورنا المجره بتاعتنا مجره درب التبانه. بس كده واشوفكم في فيديو جديد. سلام. طجاجة نورة الكويتية، يا ترى ايه اللي حصل معاها وخلاها تبطل غنى، بل وكمان تعتزل الغنى هي وفرقتها؟ ما هو معلش مفيش حد ياخد قرار زي ده الا لو في حاجة غامضة حصلت معاه. قبل ما ندخل في اي تفاصيل، انا عارف ان القصة قديمة ومليون حد اتكلم عنها قبل كده، بس انا حبيت ان انا اتكلم واشارك القصة من جديد، بحيث ان القصة تتصدر للناس الجديدة اللي ما كانتش تعرف اول مرة تدخل على يوتيوب. في البداية حابب اعرفكم بنفسي، انا احمد شكر، ودي قناتي فانتوم، هتلاقي عليها كل قصص وحكايات الرعب اللي تحب تسمعها. لو انت اول مرة تشوفني فاكيد اشتراك في القناه هيكون سبورت مي كبير ليا، خصوصا ان كمان يعني فاضل حاجه بسيطه ونكمل ال1000 مشترك ان شاء الله، يبقوا 10,000 و100,000 ومليون واكتر واكتر كمان، لان واثق في ربنا ثم في اخواتي وحبايبي اللي واقفين جنبي من البدايه. فاعمل دلوقتي سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. بيصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام، وندخل في تفاصيل قصتنا.
نورة الطجاجة في الجيل بتاعها كانت اشهر واحدة مشهورة بالغنى هي وفرقتها، وكان لما حد يحب يحيي اي مناسبة عنده كان على طول يتجه ان هو يكلم نورة. وكمان كانت مشهورة في دول كتير في العالم وخاصة في دولتها الاساسية الكويت. ومع الرغم من كل الشهرة والصيت اللي هي وصلت له الا انها بطلت تغني، لا وكمان اعتزلت الغنى نهائيا. كمان طلعت في لقاء تلفزيوني ووضحت بالظبط ايه اللي حصل معاها وايه سبب اعتزالها. وقالت نورة ان في يوم اجازتها تليفونها رن، وان في واحدة كلمتها وقالت لها ان بنتها الوحيدة بتتجوز وعايزينك يا نورة تيجي في الفرح بتاعها لان بنتي طالباكي بالاسم. طبعا نورة رفضت وقالت لها مش هينفع انزل الشغل لان ده اليوم الوحيد اللي بناخدوه اجازة من شغل طول الاسبوع. بس العروسه ما سكتتش وفضلت تلح على نورة لحد ما في الاخر نورة وافقت انها تنزل الفرح، وده كله بس عشان ما تكسرش بخاطر البنت. واخدت منها الميعاد اللي المفروض هتروح فيه بالتحديد الساعه 10 في منطقه في الكويت اسمها الصباحيه، واتفقت معاها على اجرها كان حوالي 500 دينار. والكلام ده ايام الثمانينات والتسعينات، كانوا ال 500 دينار دول مبلغ ضخم جدا. المهم نورة كلمت الفرقه بتاعتها اللي هم حوالي 8 بنات واستاذنتهم ان هم هينزلوا في اليوم ده بالذات يوم الاجازه، لان الست صعبت عليها وكمان بنتها طلبانه احنا بالذات بالاسم. وفعلا الفرقه كلها اتجمعت ووافقت وكلهم خلاص متجهين رايحين على البيت. بس وهم في الطريق نورة كانت بتقول انها حاسه ان قلبها مقبوض، بس من ايه ما تعرفش. وكمان كانت حاسه بتأنيب ضمير وحاسه انها اخدت قرار غلط في انها تنزل فرح في اليوم ده بالذات، بس عشان شهرتها ونجوميتها اللي هي وصلت لها ما كانش ينفع انها تخلف كلمتها. ووصلت نورة هي وفرقتها المكان الساعه 9 بالليل، يعني قبل الميعاد اللي اتفقوا عليه بساعه. والبيت اللي وصلوا ليه تقريبا كان عامل زي القصر، وكان من افخم البيوت في الوقت ده. وحتى المعازيم اللي كانوا موجودين في الفرح ما كانش باين عليهم انهم ناس عاديين، لا ده كان باين عليهم العز جدا. مع الرغم من كل الحاجات العاديه اللي نورة شافتها دي الا ان كان جواها احساس مش مطمنه وحاسه ان في حاجه غلط. نورة بتحكي وتقول ان الست اللي جات استقبلتها كانت ام العروسه، وان كان شكلها ولبسها غريب جدا، وكانت لابسه فستان اسود وشكلها ضخم جدا. ولما سلمت عليها حست انها زي ما يكون كانت ماسكه حاجه صلبه في ايديها، وان ده مش جلد عادي زي البشر. بس نورة رغم الشكوك اللي دايره جواها قالت عادي جدا، يعني ده ست كبيره ووارد ان يكون ملمس بشرتها بالشكل ده عشان هي كبيره في السن. وبعد كده الست اخدت نورة والفرقه على الاوضه اللي هيرتاحوا فيها. بس ما عداش 5 دقايق وباب الاوضه خبط. لما فتحوا الباب لقوا شويه بنات واقفين بره عايزين يسلموا على نورة والفرقه. بس بعد ما سلموا مشوا هنا كان بدأ الشك. في بنت من الفرقه كان اسمها شمس، كانت بتقول لنورة واصحابها في الفرقه انتوا اكيد شفتوا اللي انا شفته وحسيتوا زي اللي انا حسيته بالظبط. هما ليه ايديهم كانت خشنه كده؟ لا وكمان وشهم كان عامل زي الحجاره. هو اكيد في حاجه مش طبيعيه واحنا لازم نمشي من هنا فورا. بس نورة كانت واخده بالها كويس من كل حاجه بتحصل قدامها، وكمان كانت واثقه ان كل الكلام اللي قالته شمس كان صح. ومع الرغم من ده كله الا انها كانت بتكذب نفسها، وما كانتش بتبين اي حاجه للفرقه وتبين لهم ان هي خايفه عشان يطمنوا. وفي نفس الوقت نورة كانت بتبقى خايفة على البنات اللي معاها لأن البنات دول كانوا مسؤولية منها. وفي نفس الوقت برضه نورة لو كان بان عليها الخوف بنسبة 1% كانت البنات مش هترضى تقعد في المكان وهتعوز تمشي على طول. الساعة دلوقتي دقت 10 بالظبط. راحت نورة واخدت البنات وخرجت من الأوضة عشان تبدأ الحفلة. بس اللي كان غريب كمان في الموضوع ان العريس والعروسة كانوا لابسين لبس غريب جدا، يعني مش زي اي عرايس. يعني العريس كان لابس زي الناس في عصر العثمانيين زمان، والعروسة كانت لابسة فستان اسود هي كمان بس كان كله مرصع بالألماس. نورة ما اهتمتش لكل الكلام ده وبدأت تغني عادي لحد ما أول فقرة خلصت. المفروض ان ما بين كل فقرة والتانية الفرقة بتطلع تريح شوية، وفعلا خلصوا أول فقرة وطلعوا الأوضة عشان يستريحوا. بس نورة كانت حاسة انها دايخة شوية ومحتاجة تريح في مكان هادي بعيدا عن الفرقة، فقررت انها تطلع الدور التاني اللي موجود في البيت. ونورة لما طلعت هنا كانت الصدمة، وهي ان الدور اللي فوق كان مهجور والتراب مغطيه من كل ناحية، اكن ما كانش فيه اي حد بيقرب ناحية الدور ده نهائي. نورة وقتها استغربت جدا اللي هو ازاي بيت بالفخامة دي وفي مقام قصر يكون فيه دور بالشكل ده. بس هي من كتر التعب والتفكير ما فكرتش في اي حاجة وراحت على اول اوضة قابلتها وفتحت الباب ولقت سرير، بس السرير كان متبهدل ومغطيه التراب هو كمان. نورة من كتر التعب النوم غلبها، ومجرد ما مددت جسمها على السرير راحت في النوم على طول. وبعدها حلمت بكابوس فظيع جدا لأبعد الحدود. حلمت بان في واحدة ضخمة ولابسة اسود وبتزعق وبتجري وراها بشكل مرعب وعاوزة تمسكها. بس بعدها صحيت من النوم مفزوعة واخدت بعضها وجريت على الباب عشان تفتح وتنزل تحت لأوضة الفرقة.
بس تتفاجئ ان أكرة الباب مش عايزة تفتح، وبعد محاولات كتير منها من انها تفتح الباب فعلا فتح معاها. بتتفاجئ اكتر ان الست اللي شافتها في الكابوس واقفة قدامها قدام الباب، ونورا من الصدمة كانت مفكرة نفسها انها بتحلم، وغمضت عينيها لمدة ثواني وفتحت تاني لقت الست اختفت في لمح البصر. وبعدين فضلت دقيقة واقفة متثبتة في مكانها بتستوعب اللي حصل واللي شافته، ولسه نازله بتجري على تحت لمحت طفل صغير واقف في اخر الطرقه عند البلكونه، فنورا راحت عليه عشان تشوفه مفكراه ابن حد من المعازيم، بس الولد سابها وطلع يجري على الدور الثالث. نورا طبعا قلبها ما طوعهاش انها تسيب الولد عشان خايفه عليه وطلعت وراه، واول ما طلعت اتفاجئت برضه ان الدور الثالث مهجور زي الدور الثاني بالظبط، والطفل الصغير اللي طلعت وراه اختفى وما كانتش لاقياه، بس هو كان بيضحك وهي سامعه صوت ضحكته بس ما كانتش عارفه تميز الصوت جاي منين بالظبط. بس بعديها راح ظاهر لها تاني في اخر الطرقه برضه وراح داخل اوضه من الاوض اللي موجودين جنبه، بس نورا برضه ما سكتتش وجريت وراه عشان تنزله تحت معاه. بس بعد محاولات كتير منها انها تفتح الباب عليه وما عرفتش، قالت انها هتنزل تنادي اي حد من اللي تحت ويطلع له هو، ولسه بتضير وشها عشان تنزل على تحت لقيت حاجه مكلبشه في رجلها جامد، وكانت شاله حركتها نهائي، وكمان كان في صوت همسات في ودنها، وكان حد بيقول لها غني انا بحب اسمعك وانت بتغني. فردت عليه وسالته انت مين، وهو كان بيردد نفس الجمله غني انا بحب اسمعك وانت بتغني. ولما قالت له انها خايفه قال لها ما تخافيش بس غني وانا مش هاذيكي، بس هي ما سمعتش كلامه، وبعد محاولات كتير من انها تفلت رجلها منه فلتت ونزلت جري على اوضه الفرقه. وبعد ما دخلت الاوضه لقيت البنت شمس اللي معاها في الفرقه منهاره في العياط، ولما سالتها في ايه مالك قالت لها انا قلقت عليكي لما لقيتك اتاخرتي، ولما سالت عليكي قالوا لي انك موجوده في الدور الثاني، ولما طلعت فوق اتفاجئت ان الدور كله مهجور، كمان كان في رسومات بشعه لاشكال مرعبه منحوته على الجدران، لحد ما شفت حد في اخر الطرقه لابس اسود بس ملامحه مش باين، وكنت عماله بنسحب وبنجذب ليه غصب عني. اول ما قربت منه لقيته شكله مرعب بطريقه لا توصف، فاتفزعت وقعدت اعيط، واول ما غمضت عينيا من الخوف وفتحت تاني في وقتها لقيته اختفى على طول، فاخدت بعضه وجريت ونزلت على تحت هنا. نورا احنا لازم نمشي من هنا دلوقتي، واظن كل حاجه بقت واضحه وباينه، بس نورا كل اللي كانت بتعمله بتحاول تهدي فيها وتقول لها خلاص احنا قربنا نخلص ونمشي، احنا نخلص الشغل بتاعنا وناخد بعضنا ونمشي على طول، ويلا جهزوا نفسكم عشان هننزل نقدم الفقره الاخيره وبعدها نتوكل على الله. وانا دومي هي طلع بقايد الغزلان، وفعلا نزلوا يقدموا الفقره الاخيره، واول ما بداوا يغنوا المعازيم كانت بترقص بطريقه هستيريه، وبالذات لما الساعه دقت 12، وكمان عدد المعازيم كان في تزايد غير محدود، ومن كتر الرقص والتنطيط اللي كانوا فيه الارض كانت بتتهز بينا، وكمان كان صوتهم كان بيعلى اكتر من المزيكا والفرقه، ومن كتر الحماس اللي كانوا فيه وهم بيرقصوا الفساتين اترفعت لفوق، وتتفاجئ الفرقه ان رجليهم مش زي رجول البني ادمين، لا دي رجول زي رجول المواشي. واول ما شافوا المنظر ده قدامهم عينيهم كانت مليانه بالفزع ومش عارفين يعملوا ايه، بس نورا نظراتها ليهم كانت انهم يكملوا وما يبطلوش غنى حتى لو هيقولوا اي كلام، بس شمس ما قدرتش تستحمل اللي بيحصل ده واغمى عليها على طول، وراحوا شايلينها وطالعين بها لفوق عشان يفوقوها. وشمس لما فاقت قالت لهم انتوا شفتوا احنا بنغني لمين؟ احنا مش بنغني البشر، احنا بنغني الجن، احنا ما ينفعش نقعد هنا اكتر من كده ولازم نمشي حالا. نورا قالت لها ما تقلقيش وانا عرفت كل حاجه، وبكده احنا اتاكدنا يا اما هم دول يا جن يا شياطين، بس احنا مش هينفع نمشي عشان ما حدش ياخد باله، ولازم نكمل لحد اذان الفجر عشان ما يأذوناش. وفعلا نزلوا من تاني عشان يكملوا غنى، ونورا لاحظت ان المعازيم جابوا آلة شبيهه لشكل الكف وكان عليها كلام كتير كده زي طلاسم، وبداوا المعازيم كلهم يرددوا كلام في صوت واحد محدش فاهمه غيرهم، وفي وسط ما كانوا بيعملوا كده ملامح وشهم بدات تتغير وترجع على طبيعتها، وبداوا يظهروا بوشهم الحقيقي، وكان شكلهم مرعب جدا لأبعد درجة انت ممكن تتخيلها. والمشكلة زادت اكتر واكتر لما عددهم بدأت تزيد لحد ما بقوا عاملين دايرة ومحوطين الفرق، وفضلوا على الحال ده لحد اذان الفجر. واول ما الفجر اذن كل حاجه اختفت خالص، ما كانش فيه اي صوت خالص وكأن شيئا لم يكن. نورا راحت وقالت لكل اللي معاها يلا نخرج من هنا بسرعه قبل ما اي حاجه تحصل من تاني، وفعلا سابوا كل الالات والمعدات اللي معاهم في البيت وخرجوا بسرعه. وهم خارجين من البيت وماشيين في الطريق قابلوا راجل عجوز وكانوا خايفين من بعض لانهم كانوا مفكرين ان الراجل العجوز منهم والراجل العجوز كان مفكرهم انهم منه. الراجل العجوز متقدم وسالهم انتم
مين وايه اللي جابكم هنا. فلما اطمنوا لبعض حكوا له اللي حصل معاهم، قال لهم ان البيت ده مهجور بقاله سنين كتير قوي، وان اصحاب البيت ده سابوه من 10 سنين لما عرفوا ان الجن سكت، وان محدش كان بيقرب من البيت ده خالص لان الكل عارف اللي بيحصل فيه. وفي الوقت ده اتاكدوا 100% انهم كانوا بيغنوا للجن. ومن بعد الحادثه دي نورة والفرقه بتاعتها قرروا انهم يبطلوا يغنوا نهائي، لا وكمان يعتزلوا الغنى وما يرجعوش ليه من تاني. القصه فضلت تنتشر في الكويت كلها لحد ما العالم كله عرف بيها. بس كده وبكده نكون وصلنا لختام قصتنا. متنساش تعمل لايك وكومنت لان ده بيفرق معايا جدا، وكمان اعمل شير مع صاحبك اللي بيحب يسمع قصص الرعب وخاصه قصه نورة الطجاجه. بس كده واشوفكم في فيديو جديد. سلام. في اطار من الرعب الممزوج بالاثاره والجدل هنحكي مع بعض قصه الفيلم الراهبه زنان. خلونا ناخد فكره الاول عن الفيلم ونفهم قصته. الفيلم انتاج سنه 2018 للمخرج كورين هارفي، وقصه الفيلم كتبها السيناريست المشهور جاري دوبريمان، والفيلم حقق ايرادات تقريبا اكتر من 141 مليون دولار. قصه الفيلم بتدور حوالين كاهن وكاهنه بيتبعوا احداث مرعبه جوه دير في رومانيا سنه 1952. فلما بتموت واحده من جوه الدير بطريقه مرعبه بتبعت الفاتيكان قسيس عنده ماضي مع الاماكن المسكونه، وكمان بتبعت معاه راهبه عندها تاريخ مع مواجهه الاشباح. والقسيس والراهبه بيساعدوا بعض عشان يكتشفوا الاحداث المرعبه اللي بتحصل جوه الدير. واللي ما يعرفش ايه هو الدير فالمقصود بيه الكنيسه. انا كده اديتك نبذه عامه عن اصل قصتنا، بس في البدايه خليني اعرفكم بنفسي. انا احمد شكر ودي قناه فانتوم، هتلاقي عليها كل قصص الرعب والحكايات اللي انت تحب تسمعها. ولو انت اول مره تشوفني انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام وندخل في تفاصيل قصتنا. القصة بتبدأ معانا في سنة 1927 وبالتحديد في رومانيا، وبتتعرض 2 من الراهبات عايشين في دير كارتا للهجوم من شبح غير مرئي، وحاولت راهبة منهم انها تنقذ نفسها وهي الاخت فيكتوريا، ونطت من الشباك بس للاسف هي ماتت واتعلقت وماتت مشنوعة في مشهد مرعب جدا. واكتشفوا جثتها بعد مدة بسيطة جدا من خلال واحد فرنسي، وهو مهمته ان ينقل الامدادات للدين. والفاتيكان فورا اول ما بيوصل لها الخبر بتقوم على طول بتعيين كاهن في الدين، وده طبعا عشان يحل المشكله اللي حصل. واللي ما يعرفش الفاتيكان فهي عباره عن دوله صغيره مساحتها حوالي 44 كيلومتر، والكاهن ده هو الاب بيرك اللي بيسافر مع الاخت ايرن عشان يحققوا في الحدث. اول ما بيوصلوا رومانيا بيقابلوا الراجل الفرنسي اللي لقى الجثه، وهناك بيبدا يدلهم على مكان الدين. اول ما بيوصلوا هناك ويشوفوا الجثه بيلاقوا معاها مفتاح، وبيعرفوا ان المفتاح ده هو اللي بيفتح باب الدين. واول ما بيدخلوا الدير بيحكي بيرك مع ايرن شويه قصص مع اللي حصلت معاه، ومن ضمنها قصه الطفل اللي اتصاب بجروح عميقه وقت عمليه طرد الارواح الشريره منه، وبيرك حاسس ان هو شايل ذنب الطفل لحد الوقت ده. وفي نفس الليله بيظهر ليهم كيان شيطاني وبيهاجمه، وبيتم انقاذ بيرك من ايرن بعد ما اخدوا الشبح ودفنوا في مقبره وهو لسه حي. وبعد انقاذ بيرك بيكتشف ان التابوت اللي كان مدفون فيه مليان بالكتب القديمه اللي بتتكلم عن الشياطين. وفي اليوم الثاني بترجع ايرن وبيرك للبير وبيقابلوا هناك راهبتين بيعرفوا منهم انهم دايما بيصلوا باستمرار عشان يبعدوا كل الشر عن الدين. وبتكشف ليهم الراهبه اوانا عن تاريخ الدين، وان هو في الاساس اتبنى على انه قلعه من خلال دوك، ودوك ده شخص مهووس بالسحر والتنجيم، ودوك ده برضه هو اللي استدعى الكيان الشيطاني الموجود في السراديب اللي موجوده جوه الدين. وبعدها دوك بيتقتل من قوات الفاتيكان. بعد كده بيرك بيقدر يحدد اسم الكيان الشيطاني اللي موجود جوه الدير وهو فلاج. وبيكتشف بيرك بعدين ان الروح الشريره اللي بتطرده على هيئه الولد الصغير اللي كان بيحاول يساعده قبل كده. والراجل الفرنسي بيقرر ان هو يرجع للدير من تاني عشان يساعد ايرن وبيرك، لكن في الوقت ده بتتعرض ايرن لمواجهه الشيطان فلاج، فكانت عشان تواجهه وتتمكن منه كانت بتصلي هي والراهبات اللي موجوده جوه الدين، وكانوا بيعملوا شويه طقوس كده على معتقداتهم عشان يصدوا الروح الشريره ويبعدوها عنه. وفجاه صوت عالي بيظهر وبيرجع كل الراهبات لورا الا ايرن، وبيبدا الشيطان فلاج في ناحيه نجم خماسي على ظهرها عشان يحاول يتملك منها كلها. وبيحاول بيرك ان هو يدخل للدير من تاني عشان يساعد ايرن، لكن للاسف بتهاجمه قوه الشيطان اللي هو متحكم فيها. بس الفرنسي بيساعده وبيحاولوا انهم يدخلوا الدير مع بعض وفعلا بيدخلوا. وبعد كده ايرن بتكتشف انها كانت بتصلي لوحدها وان الراهبات اللي كانوا معاها دول كانوا خيال. وكمان اتضح لهم ان فيكتوريا هي اخر واحده اللي اتبقت من الراهبات كلهم، فضلت ان هي تضحي بنفسها في سبيل ان الشيطان ما يتملكش منه. ولكن الحل عشان يقتلوا الشيطان فلاك لازم يقفلوا التابوت او المكان اللي خرج منه باستخدام الدم المقدس. والفرنسي بيحاول ان هو يمسح وش ايرن بالدم المقدس عشان يخرج الشيطان من جسمها، وفعلا الشيطان بيخرج منها وبيزق الراجل الفرنسي وبياخد ايرن ويشيلها ويحطها في اوضه كلها مليانه ميه، وهي نفس الاوضه اللي فيها التابوت اللي المفروض يتقفل. وبيحاول الشيطان فلاك بانه يغرق ايرن من خلال ان هو يرفعها لفوق.
فجأة قرن بترش عليه الدم المقدس وفعلا بيجي عليه وبيتحرق ويموت. وبعد كده قرن بيغمى عليها بيحاول الفرنسي ان هو يفوقه، وبعد كده بيكشف لهم اسمه الحقيقي ان هو اسمه موريس. بس كده وبكده نكون وصلنا لختام قصتنا. وما تنساش تعمل لايك وكومنت لان ده بيفرق معايا جدا، وكمان اعمل شير مع صاحبك اللي بيحب يسمع قصص الرعب. واشوفكم في فيديو جديد. سلام. عاوزك تتخيل معايا كده كل اللي هقوله لك، ولا اقول لك هو كده اصلا بيحصل على ارض الواقع. ملحوظه كل الكلام اللي هقوله ده من خيالي، واي تشابه بينه وبين الواقع او بين اي حد فهو من قبيل الصدفه. ما بلاش من تحت يا حودة، اصل انا لابسه البرموده، ما بلاش من فوق يا حماده. عاوزك بقى دلوقتي تقوم تجيب كوبايه القهوه بتاعتك كده وتركز معايا وتصحصح. في البدايه حابب اعرفكم بنفسي عشان الناس الجديده اللي مش عارفيني. انا احمد شكر ودي قناه فانتوم، بقدم عليها محتوى عن الرعب والاثاره والغموض، كل حاجه من القصص اللي انت تحب تسمعها. لو انت اول مره تشوفني انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب للقناه عشان تشوف كل فيديو جديد انا بنزله. انا دلوقتي فلاح فقير من قريه مهمشه على الخريطه، وانا بحفر في الارض الفجر كده لقيت حته اثار وقررت اللي انا ابيعها. فعلا بعد ما دخت شويه لقيت مشتري اجنبي وبعتها ب 100 مليون جنيه، وبقى دلوقتي معايا 100 مليون جنيه في جيبي وبقى اسمي المليونير. بس الفرحه كده ما كملتش، وهنا بقى يجي اكبر خازوق، لان مش هينفع يبان عليا الثراء ده كله فجاه، عشان الحكومه وقتها هتبدا تفتش ورايا وتقول لي من اين لك هذا، وانا واحد على الله حكايته لا ليا حد في الخليج ولا عندي القابليه الشرعيه اللي تخليني امتلك مبلغ كبير زي ده. طيب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هنا بقى يجي دور ابن عمتي اللي بيطلع لايفات على التيك توك ينصحني نصيحه ويقول لي اروح لوكاله. طب يا سيدي بتعمل ايه الوكاله دي؟ الوكاله دي بتغسل الاموال. فانا كفلاح بقى ومش متثقف ومتنور فهفهم ان غسيل الاموال ده اللي انا هاخدهم فمين كده في الغساله. فابن عمتي يضحك عليا ويقول لي لا مش الغسيل اللي انت عارف، انت بكل بساطه كل اللي عليك هتاخد الفلوس وهتروح لشركه ما وتديها الفلوس، الشركه دي هترجع لك الفلوس بطريقه شرعيه. طب انا لحد دلوقتي ما فهمتش، انا عايز افهم اكتر. يا عم اصبر، ما هو المثل بيقول لك لو كان صبر القاتل على المقتول كان زمانه اتقتل لوحده. فانت لما تدي الفلوس للوكاله، الوكاله هتشغل لك الفلوس، بس لما يرجعوها لك هيخصموا منها نسبه، وساعتها تقدر تتصرف في الفلوس براحتك وانت حاطط رجل على رجل ومعاك ورق واثباتات. تعال نحسبها بالورقه والقلم كده على السريع، ولنفترض ان الوكاله اخذت منك نسبه 40% من ال 100 مليون، يبقى كده هيتبقى لك 60%. ال 60% دول هيبقوا بتوعك. فهل يكون معاك 60% وتصرف وتتنغنغ منهم براحتك، ولا يكون معاك 100 مليون وتتحبس بيهم؟ المهم انا كفلاح ما اناش فاهم اي حاجه في الدنيا، اقتنع واشد الشنطه بتاعتي وعلى طياره الامارات الساعه 8 الصبح واروح لشركه من شركات ما يسمى بوكالات التيك توك واديهم الفلوس وامضي معاهم عقد ان الشريك في الشركه دي بنسبه 60%، واخد منهم الوعد ان النسبه بتاعتي هترجع لي كمان شهر ولا حاجه، وبعد كده اخد الفلوس وارجع على البلد تاني. والوكاله دي ليها 3 وظايف، والوظيفه الاولى صناعه المشاهير اللي هم تحت بير السلم عن طريق الترند، بانهم يتفقوا معاه يعمل حاجه معينه وينزل الفيديو في وقت معين فالفيديو يفيرال معاه ويطرقع على طول، ويفضلوا بقى هتك ينفخوا ويعلوا فيه، او هو ذات نفسه بيتم استقطابه عن طريق لو هو عمل اي حاجه وطلع الترند، زي بقى واحد طالع لك شبه مروان عطيه، شبه امبابي، شبه كوز الذره، شبه مش عارف ايه. المهم ان هو عمل حاجه ترند واتشهر خلاص وبقى ليه نيك نيم. المرحله الثانيه او الوظيفه الثانيه ان هم بيمضوا عقد شراكه بينه وما بين الوكاله، بحيث ان هو يطلع لايف يوميا بمعدل ثابت حوالي 8 ساعات، والهدايا اللي هتترمى عليه في اللايف هياخد منها نسبه 10%، وال90% التانيين هيروحوا للوكاله، والوكاله هتاخد نسبتها اللي هي 30%، وال60% هيرجعوا لصديقنا الفلاح من تاني. المرحله الثالثه او الوظيفه الثالثه بمعنى اصح ان هم بيعملوا حسابات خلايجه كتير، هتخش عليهم على اكونت لا هتلاقي لا صوره ولا اسم ولا شكل ولا اي حاجه، والاسامي اللي بتبقى مكتوبه نواف ونايف وابو فيصل وابو مش عارف مين، والاسامي اللي هي المعروفه دي. والجماعه دول بقى بيدخلوا اللايف وبيقعدوا يرموا حيتان واسود وصقور ومش عارف ايه بلا اي هدف، وانت اخرك وكل اللي عليك بتقول كلمتين ارحب وكف. على سبيل المثال بعد ما اللايف بتاعك ما بيخلص بتلاقي داخل لك 200,000 ليك فيهم 20,000، والباقي بيروح للوكاله. الشركه بقى في اخر الشهر تجمع ال90 مليون اللي رميتهم على المشاهير، كده ناقصه ال 10%. ما انا قلت لك اللي بيبقى فاتح لايف هو نسبته 10%. المهم كل طرف بياخد نسبته، وفي الاخر بيرجع ال 60 مليون اللي هو نسبه عمنا الفلاح. واللي بقى مصدرهم ايه؟ اللي بقى مصدرهم هدايا الخلايجه في التيك توك. فلما حد يسالك انت جبت الفلوس دي منين، هتقول له انا شريك في وكاله تبع تسويق التيك توك، والفلوس دي ارباح الشهر اللي معايا، وبكده انت كسبان وهم كسبانين، والمشهور حقق غرضه وبقى ليه دخل ثابت، وبكده تكون تمت عمليه غسيل الاموال بنجاح. واصرف بقى يا معلم واشتري
عقارات ومزارع وجوز عيالك واتجوز بدل الواحده 4 وعيش حياتك. وبكده اكون قدرت افهمكم الدنيا ماشيه ازاي في الفتره الاخيره دي في لايفات التيك توك. بس كده، ولو انت وصلت لحد الدقيقه دي من الفيديو فاعمل لايك للفيديو وشير مع غيرك او مع صاحبك عشان يعرف هو كمان يعني ايه غسيل اموال. واشوفكم في فيديو جديد. سلام. مؤمن زكريا كان معمول له سحر اسود، وده كان سبب كافي في تدمير حياته وتدهور مسيرته الكرويه. اللي حصل مع مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي المتالق مش شويه وصعب ان اي حد يستحمله. حط نفسك مكانه انك تكون لاعب متالق والعيون كلها عليه، وكمان يكون ليك فرصه انك ممكن تحترف بره، وفجاه من حيث لا تدري يحصل معاك كل ده. الحق مين ده؟ الحق ده مؤمن زكريا. في البدايه حابب اعرفكم بنفسي، انا احمد شكر ودي قناتي فانتوم، هتلاقي عليها كل قصص وحكايات الرعب اللي تحب تسمعها. لو انت لسه جديد في القناه واول مره تشوفني فانزل دلوقتي اعمل سبسكرايب للقناه وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد انا بنزله. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام وندخل في تفاصيل قصتنا. والسؤال اللي خطر على بال كل واحد عارف اللي حصل لمؤمن، هل مؤمن هيرجع للملعب من تاني؟ جنب الحوش بتاع مجدي عبد الغني. يعني الحوش ده بتاع عائلة مجدي عبد الغني؟ الحوش اللي لقينا فيه العمل تحتيه، يعني على بابه العمل، الحوش ده بتاع مجدي عبد الغني. فطبعا ما كنتش اعرف اصلا، انا ماليش في الكوره، فطبعا انا دخلت على الفيديوهات بتاعته. اللي انت شايفه قدامك ده السحر الاسود اللي كان معمول لمؤمن، بس للاسف اتفك في وقت متاخر بعد ما دمر حياته واتصاب بمرض عجز كل الدكاتره عن انها تعالجه. ويشاء الله ويشاء القدر ان واحد من المقابر في الوقت ده يكتشف وجود السحر. بالاضافه كمان كان موجود ورق كتير مذكور فيه الاعراض اللي كانت عند مؤمن بالظبط. وما زال السؤال متداول لحد وقتنا الحالي، هل مؤمن هيرجع تاني للملعب ونشوفه بيلعب من جديد ولا لا؟ اللي قدامكم ده واحد من المعالجين الروحانيين اللي بيعالجوا الاسحار عن طريق استخدام الرقيه الشرعيه. الشيخ محمد القماشي اللي كان مع مؤمن زكريا قال لمؤمن قبل ما نروح ونتاكد ان ده سحر، انا متاكد ان انت مسحور. وكمان قال لمؤمن انا هقدر بعون الله اللي انا افك لك السحر ده عن طريق 10 جلسات رقيه شرعيه، وكمان هخليك ترجع لحياتك الطبيعيه من تاني وتمارس حياتك الكرويه زي ما كنت قبل كده. طب يا ترى مين اللي عمل كده في مؤمن زكريا وايه اللي مستفاده من كل اللي حصل له؟ وهل سبب اللي حصل لمؤمن زكريا انه رفض يوقع على عقد قبل كده من 5 سنين ولا لا؟ اسئله كتير بتدور في ذهننا كلنا، ولحد دلوقتي مش عارفين نحدد مين الجاني في القصه دي. بس في حاجه مهمه لازم نكون كلنا عارفينها، ان مفيش جنس مخلوق على وجه الارض يقدر يأذيك الا باراده ربنا. والدليل على كده سوره البقره ايه 102. كلنا طبعا عارفين المرض اللي اصاب مؤمن زكريا وهو ضمور في العضلات، بمعنى ان عظم جسمه مش هيكون فيه قوه كافيه تخليه ان هو يتحرك ويمارس حياته بشكل طبيعي. والمرض ده نادر جدا، والعلماء صنفوه اللي هو بيجي لشخص ما بين كل 2 مليون في العالم. وكمان المرض ده مصنف اللي هو من اخطر الامراض الموجوده في العالم لانه بينتشر في الجسم بسرعه مهوله. وهنا يجي دور السؤال المهم، ازاي مرض زي ده يجي لمؤمن زكريا؟ وانا بسال السؤال هنا مش اعتراض على حكمه ربنا وابتلاء ربنا، بس السؤال ازاي مرض زي ده يجي لشخص مهتم بصحته، كمان بيلعب رياضه وبياكل اكل محسوب السعرات وماشي بنظام في كل حاجه. والسؤال الاهم ازاي النادي بتاعه ما قدرش يكتشف ان المرض ده عنده، مع ان لعيبه الكره بالذات بتعمل لها فحوصات بشكل دوري ومستمر خاصه لو في انديه محترفه. وبعد ما عدى 4 سنين من اصابه النجم الكبير للنادي الاهلي مؤمن زكريا يظهر لنا سبب اللي حصل. والسحر الاسود من اخطر انواع الاسحار اللي ممكن حد يستخدمه. كل الكلام اللي هقوله قدامكم دلوقتي فهو من على لسان بنت عم الترابي اللي شغال في المقابر. بنت بتقول ان احنا لينا مقابر في منطقه الامام الشافعي في البساتين بالقاهره، واحنا يوميها كنا في المقابر قلنا العم يزرع صباره عند قبر خالي. فعلا راح عشان يزرع الصباره ويثبتها في مكانها. هو بيحفر عشان يزرع الصباره فجاه لقى كيس اسود، فمسك الكيس وفتحه لقى فيه اعمال كتير وورق وكان مكتوب عليه طلاسم وحاجات كتير مش مفهومه. في وسط الكلام ده كله لقى صوره لمؤمن زكريا وهي مكتوب عليها بالدم الاحمر طلاسم، وكمان كان موجود في الكيس الاسود دميه من القماش. يعني اللي عمل السحر ما اكتفاش بانه يخليه سحر اسود وبس، لا ودخل سحر الفودو فيه كمان. سحر الفودو ده هو كمان من اخطر انواع الاسحار اللي ممكن تتعمل. يعني لينا حد قريبنا صاحب بنت يعني تبقى مصطفى ده ابن خالة مرات مؤمن من عندنا اصلا من التونسي. فاتصل بيه وقال له احنا لقينا الحوار ده مش عارفه الحد او الاثنين، فاتصلنا بيه فراح قال لنا الكلام ده بجد. قلنا له والله العظيم. ابن خالي بقى جاب. المهم البنت كملت كلامها وقالت الحوش اللي لقوا فيه العمل ده كان حوش الكابتن مجدي عبد الغني. وكمان البنت قالت ان ما كانش في نيتها نهائي ان الخبر ينتشر او اي حد يعرف غير مؤمن بس واهله. المهم مؤمن زكريا راح هو واهله للمكان اللي موجود فيه السحر وشافوا كل حاجه. ولما مؤمن دخل المقابر في الوقت ده كان معاه 2 من الشيوخ، ولما وصلوا هناك لقوا الناس اللي طلعوا السحر حاطينه في ميه وملح عشان يبطلوا مفعوله. وشيخ من اللي كانوا موجودين على مؤمن اخذ صوره مؤمن وحط
عليها خل وقعد يقرا قران لمده ساعتين. والتراب اللي طلع العمل قال للشيخ انا من ساعه ما طلعت العمل من مكانه وانا حاسس ان انا تعبان جدا. والشيخ عرف ان هو اتاذى وكمان قال له حلق عندي وانا حرقيه، ده بسبب ان هو وهو بيخرج السحر ما سماش بالله. المهم نرجع لاهم نقطه معانا وهي خطرت على بال كل واحد، وهي ان استحاله الكابتن مجدي عبد الغني يعمل حاجه زي كده، لانه فعلا ملوش اي مصلحه من ايذاء مؤمن. والشخص اللي عمل كده هو ذكي لانه ليه مصلحه 100% انه يدمر العلاقات ويعمل ضجه. لكن دلوقتي في سؤال بيراودني من ساعه ما عرفت اللي حصل، هو ازاي الشخص اللي عمل لمؤمن السحر كان بينام وباله مرتاح وهو شايف مؤمن قدامه بيتدمر؟ كان باله هادي ازاي وهو شايف مؤمن حياته بتسوء يوم عن التاني؟ حسبي الله ونعم الوكيل في الشخص ده وفي كل شخص بيحاول ان هو يستخدم السحر. حرفيا بجد والله الواحد مش عارف يتخطى اللي حصل. المهم كل اللي علينا نعمله ان احنا ندعي المؤمن ان ربنا يقومه بالسلام ويكون بصحه افضل من اللي هو فيه، حتى لو مش هيرجع الملعب من تاني بس يكون بخير. بس كده واشوفكم في فيديو جديد. سلام. سؤال بسأله لنفسي، هو ازاي ممكن يكون في شخص بيقتل من غير ما يحس؟ والسؤال ده ملوش الا اجابتين، يا واحد مريض نفسي يا واحد متحكم فيه جن او هو من عبدة الشياطين. من دقايق يحيى ابني جالي وكان بينهج ووشه مخطوف جدا وبيقول لي بصوت كله خوف بابا في حد مستخبي جوه الدولاب وشكله وحش قوي. في البدايه حابب اعرفكم بنفسي، انا احمد شكر ودي قناه فانتوم وهتلاقي عليها كل محتوى الرعب والاثاره والغموض اللي تحب تسمعه، غير كمان فيديوهات الشورتس اللي هتاخدك في حته ثانيه خالص، بمعنى اصح حاجه 13 خالص. عاوزك دلوقتي توقف الفيديو وتقوم تجيب السناكس او الدرينك بتاعك وتقعد في مكان هادي عشان تستمتع بتفاصيل القصه. ولو انت ما كنتش مشترك في القناه فاشتراك في القناه هيكون سبورت مي كبير ليا جدا يعني. فاعمل سبسكرايب دلوقتي في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد انا بنزله. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام وندخل في تفاصيل قصتنا. بعد ما يحيى ابني جالي وحكى لي كل اللي شافه، ساعتها جسمي كله اتشل، كل حاجه حرفيا في جسمي وقفت بس عقلي كان شغال. عقلي عمل فلاش باك معايا قبل 22 سنه. كان وقتها تقريبا كان عندي 8 سنين، كنت نايم على السرير في الاوضه وعلى السرير التاني اخويا سعد. في اليوم ده اخويا سعد جه وصحاني من النوم وقال لي اصحى بسرعه في حد مستخبي جوه الدولاب. وهي دي الجمله اللي رنت في ودني دلوقتي بعد ما عدى 22 سنه. وقتها ما اهتمتش لكلامه وكملت نوم. كانت اخر حاجه شفتها اخويا سعد وهو واقف قدام الدولاب وبيفتحه بكل خوف، وانا رحت في النوم عشان اصحى تاني يوم الاقي راس اخويا سعد مرميه قدام الدولاب. مشهد بشع لابعد الحدود. وقتها ما حدش كان مصدق كلامي ان في حد موجود جوه الدولاب لان ما كانش فيه اي اثر لباقي جثته. تفوت السنين ويجي ابني يحيى دلوقتي يقول لي ان في حد موجود جوه الدولاب. بلعت ريقي بالعافيه وقلبي واقع في رجلي وانا بقول له اوصف لي شكل الشخص اللي موجود جوه الدولاب. يحيى بدا يوصف لي شكل الشخص اللي في الدولاب، وساعتها تحصل لي حاله من الصدمه لان الشخص اللي بيوصفه هو ملامح سعد اخويا بالظبط. خدت يحيى من ايده ودخلت بيه الاوضه وقلت له يفتح الدولاب بالراحه، وكان في ايدي حديده كبيره. كان الدولاب عادي ضلمه وما فيهوش الا غير شويه هدوء، واذ فجاه ألمع عيون بتفتح في الدولاب. والمفاجاه الاكبر ان في صوت همس بيطلع شبه صوت سعد اخويا. صوت سعد اخويا وهو بيتكلم وبيقول لي الحقني انا محبوس هنا. مديت ايدي عشان اشوف ايه اللي جوه لحد ما في حاجه شدتني جامد ووقعتني على الارض، ومن شده الضربه ما حسيتش بنفسي واغمى عليا. واخر حاجه شفتها قبل فقداني للوعي يحيى ابني وهو بيدخل جوه الدولاب عشان افتح عيني وللمره الثانيه والاقي راس يحيى ابني مرميه على الارض ومفيش اي اثر لباقي جثته. كلام الدكتور ليا كان كالاتي، وافوق للمره الثانيه والاقي نفسي قاعد قدام دكتور، والاقي الدكتور بيقول لي انت حالتك بتسوء كل يوم يا كريم، ودي المره العاشره انك تقول لي فيها نفس الحكايه. وفي الحقيقه السكينه اللي اكتشفوها في شقتك كان عليها اثر لدم ابنك وعليها بصماتك، معنى كده ان انت اللي مرتكب الجريمه. والاغرب كمان انك متهم في نفس القضيه دي بس من 22 سنه ومفيش دليل على كلامك والقصه اللي انت بتحكيها لي. للاسف انا كنت بتمنى اساعدك بس التقرير اللي انا بكتبه هيوصلك للاعدام. رديت عليه وقلت له لو مش مصدقني تقدر تروح البيت وتبات ليله كامله في اوضه يحيى، ولو طلع كلامي غلط اكتب التقرير وانا مستعد للاعدام. صحيت على خبر الممرض وهو جاي بيصحيني بكل عنف، هو بيقول لي دكتور فتحي اكتشفوا راسه موجوده في شقتك ومفيش اي اثر لباقي جثته. كده نكون وصلنا لختام قصتنا. ما تنساش تعمل لايك وتسيب كومنت لان ده بيفرق معايا جدا. ولو عجبكم النوع ده من القصص القصيره ان شاء الله هعمل سلسله كبيره منها بعنوان شورت ستوري دارك. بس كده واشوفكم في فيديو جديد. سلام.